السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة جديدة. اول حاجة كده نبدأ نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد اجمعين. ردوا عليا في التعليقات. تمام. ربنا يبارك له فيكم يا رب، وكل اللي عندي في القناة ربنا يبارك فيهم ويجعلهم دايما سند ليا، وابقى سبب في سعادة حد او معرفة حاجة جديدة. تمام. ادخلوا واعملوا لي لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم في الله. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني قوي قوي قوي. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة جديدة. هنعمل ايه؟ هنعمل طريقة عمل الكوسة. تمام. طبعا احنا كنا جايبين الكوسة ديت من ضمن الروتين الشهري وطلبات البيت الشهري اللي هو ب1000 جنيه. ادخلوا على القناة وشوفوا، هيفيدكوا قوي وبجد حاجات حلوة، وعن طريقها ان شاء الله هتعرفوا تمشوا بيتكم وتعملوا كل يوم اكلة مختلفة وتوفروا برضو، وفي نفس الوقت هتبقى حاجة على قد الايد مش مكلفة. يلا اما نشوف هنعمل ايه. طبعا انا كنت جايبة تقريبا كيلو ونص كوسة، قلت هعمل نص كيلو صلصة بكوسة بصلصة، والكيلو هعمله محشي تمام مع بتنجان وفلفل وكده. تعالوا نشوف هنعمل ايه. انا خدت نص كيلو تقريبا، نص كيلو كوسة وهقشرهم، وبعد كده نشوف مع بعض هنعمل ايه. ما شاء الله اللهم بارك. الكوسة ما شاء الله صغيرة تمام وطازة لسه. هقطعها ونشوف مع بعض. زي ما انتم شايفين معايا قطعت الكوسة تمام. طبعا لما تيجي تقطعي الكوسة ما تقطعهاش قطع رقيقة، اعمليها، حاولي تعمليها كده عشان بتبقى طعمها احلى وما تتهرش منك، عشان هي ما تاخدش اصلا سوا. تمام. قطعت انا الكوسة قدامكم اهو، وجبت بصلة قطعتها برضو. تمام. متابعيني الكرام حبايب قلبي اللي بيتابعوني متحرمش منكم، ربنا يخليكم ليا يا رب. واللي يتفرج على الفيديو يعمل لايك واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، عشان نساعد بعض في الخير. تمام. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. يلا نشوف هنعمل ايه. في حلة على النار حط فيها شوية زيت، تقريبا 3 معالق زي ما انتم شايفين معايا. واول ما الزيت يسخن احط البصل زي ما انتم شايفين معايا. انا بس بحمر البصله او بدبلها. تمام. واول ما تدبل هحط عليها الصلصه زي ما انتم شايفين معايا. حطيت تقريبا نص كيلو طماطم معصوره، وقمت حاطه معلقه صلصه عشان تعزز اللون بس وتديها اللون الاحمر الحلو. تمام. طبعا انا بحط صلصه عشان ساعات الطماطم ما بتبقاش حمرا. بعد كده احط شويه فلفل اسود، مكعب مرق. على فكره المكعب المرق ده بيودي الخضار في حته تانية بجد والله، بيديلها طعم تحفه. تمام. زي ما انتم شايفين معايا. طبعا هنا بسلق لحمه عشان احط الكوسه فيها. عندي الكوسه بتاعتي اهي غسلاها كويس. تمام. شايفين معايا. انا حطيت اللحمه سقطتها. يبقى تعالى نشوف هنعمل ايه تاني. اول حاجه حمرت البصله في شويه زيت. تمام. بعد كده حطيت الطماطم معصوره وحطيت عليها معلقه صلصه عشان تعزز اللون. بعد كده حطيت فلفل اسود وحطيت مكعب مرق. تمام. وقمت حاطه الكوسه، مقطعه الكوسه وغسلاها كويس جدا، وقمت حطاها على الصلصه. بعد كده قمت جايه، كنت سلقه لحمه وقمت جايه حاطه اللحمه سقطاها فيها كذا انتوا شايفين. تمام. طبعا البخار طالع، وكبيت شوربه من بتاعه اللحمه دي فيها عشان تستوى فيها.
تمام. اما تستوى تعالوا نشوفوا بقى ايه شكلها عامل ازاي. اعملوا لايك واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم في الله.